صباح الأمل، صباح العمل، صباح العزة لهذا الوطن. بصبح على حضراتكم من قناة الدلتا في طنطا في يوم جديد. ندعو الحق سبحانه وتعالى أن يكون يوم إنجاز ويوم خطوة إلى الأمام بالنسبة لهذا الوطن الأعز. يوم يكون خير على مصر والمصريين. بصبح على كل عامل واقف أمام ماكينته الآن وبينتج من أجل مصر. بصبح على أهالينا الفلاحين اللي قاموا من بدري، أدوا فرض ربنا وذهبوا إلى الغيط وإلى الحقل لكي يضربوا الأرض ويخرجوا لنا الحبة والزرع وكل شيء جميل. بصبح على كل مسؤول مخلص يتعامل بإخلاص مع الأمانة التي وضع فيها، يتعامل بإخلاص مع أهل هذا الوطن ومع هذا الوطن قبل كل هذا. بصبح عليكم جميعا. نتمنى إن شاء الله إن احنا نقدم لكم شيء مفيد في هذه الحلقة اللي هتبقى فيها جولة أخبار وفيها لقاء مع أستاذ قانون دستوري بكلية الشريعة والقانون حول الدستور الجديد وأهم ما يميزه والواجب علينا تجاه هذا الدستور اللي كلنا هنقول رأينا فيه في يوم 14 و15 يناير إن شاء الله. بعد الفاصل نبدأ معاكم. بصبح عليك، انتظرونا. أجدد لحضراتكم التحية وأصبح عليكم جميعا من جديد، وأبدأ جولة الأخبار من أخبار اليوم. الفصل النهائي من الجامعات ينتظر الطلاب المخربين. ده هيكون مضمون الاجتماع اللي هيكون برئاسة الدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات، اللي هو منتظر إن هم يعطوا الصلاحية والسلطة لرئيس الجامعة إنه يفصل أي طالب فصلا نهائيا إذا كان يقوم بأعمال تخريب أو تعطيل أو إضرار بالعملية التعليمية. نص كلمة اليوم للأستاذنا أحمد رجب. نحن نحارب عدوا القتل عنده دين وعقيدة، يقتل جنود الجيش والشرطة وأهالينا ويلقي بالأطفال من الأسطح ويمزق علم مصر، ويفعل بمصر والمصريين من القتل والتخريب ما يجرده من مصريته بحكم القانون. كلهم تنطبق عليهم عقوبات جريمة النصب، إذ يتخذون من التدين الظاهري والزبيبة مظهرا احتياليا للقتل والتخريب. فإذا قال لك واحد منهم قل لا للدستور فهذا ما يريده عدو لمصر، يقتل أهلها وجنودها ويحرق منشآتها ويمزق علمها ويتمنى كل مصيبة لأهلها، وبادر أنت بقتله بكلمتين نعم للدستور. إلى الصفحة الثانية من أخبار اليوم. ونسخة من الدستور أو عفوا رئيس الوزراء احتشاد المواطنين للتصويت على استفتاء الدستور يفشل مخططات التخريب. أكد دكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أنه ليس في مصلحة مصر الدخول في جدل حول إجراء الانتخابات الرئاسية أولا أم البرلمانية، مشيرا إلى أن التركيز سينصب في الفترة القادمة على الاستفتاء والخروج به إلى بر الأمان. أضاف أنه يتطلع إلى أن تشارك الجماهير التي خرجت يوم 30 يونيو بإيجابية في الاستفتاء، مشددا على أن الاحتشاد بشكل كبير
للمواطنين عند التصويت هو الضمان الحقيقي لنجاح سير عملية الاستفتاء. نسخة من الدستور للمكفوفين. أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات نسخة خاصة من مشروع الدستور الجديد للمكفوفين بطريقة برايل، وقامت بتوزيعها على بعض الجمعيات التي تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف المحافظات. صرح بذلك السفير صلاح عبد الصادق رئيس الهيئة، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بالتعاون مع جمعية فجر التنوير للمكفوفين بإعداد هذه النسخة. إعفاء قروض شركات التمويل للمشروعات الصغيرة من الضرائب والرسوم. إلى الصفحة الثالثة، عفوا يبدو ان احنا لخبطنا نظام الاخبار ولا ايه. الصفحة الثالثة او الثانية في اخبار اليوم بيلقي الضوء على الاضراب الجزئي للاطباء في مصر. اضراب الاطباء دقت ساعة الخطر. دكتور منى مينا اللي هي الامين العام لنقابة اطباء مصر: نرفض بقشيش الحكومة، نطالب بحد أدنى لأجر الطبيب 3000 جنيه ويمكن النزول ل2000 جنيه. لا يجوز أن يعالج المصري على قد فلوسه. الإضراب لم يمس أقسام الطوارئ والحالات الحرجة. الدكتور عبد الحميد أباظة: 3000 جنيه حدا أدنى للأجر، مستحيل. المرتبات لم تصل في وزارة الصحة إلى 18 مليار جنيه. إضراب الأطباء مهني وليس سياسي ويهدف لإصلاح المنظومة الصحية. طيب، فاصل ونتواصل معكم في برنامج بصبح عليك. انتظرونا بعد هذا الفاصل.